الكأس مغربية ولا عزاء الحاقدين. في بودكاست شغال ما بين امبابي واشرف حكيمي، فوسط ما البودكاست شغال جابوا هديه لاشرف حكيمي، كانت عباره عن ايه بقى؟ فوطه. والله ما بهزر. اخواتنا المغاربه يفرحوا بيك قوي، خلي في بالك، تاريخ يا ابني والله. اهو للناس اللي كانت بتقول هو المغاربه هيفرحوا ازاي بالكاس بالطريقه دي، اهو كابتن منتخب المغرب اشرف حكيمي بيقول نحن سعداء حتى لو فزنا بهذه الطريقه. الفرح في المغرب والحزن في اي حد حاقد على المغرب. الناس فرحانه، وان شاء الله محكمه التحكيم الرياضي تطلع وتقول ان الكاس مغربيه ولا عزاء الحاقدين ولا الحاسدين. ان شاء الله الكاس مغربيه ونجوم المغرب تفرح والشعب المغربي يفرح. هتنتقدني وتقول لي ازاي ومش ازاي وشفنا السنغال خدت الكاس؟ في قانون يا باشا والمغرب ماشيه بالقانون. مع احترام ليك، اول مره في حياتنا نشوف هذا المنظر وحد ياخد الكاس بعد التتويج، ولكن المغرب ماشيه بالقانون وفي مسار قانوني، والقضيه بين المغرب والسنغال، لا عزاء الحاقدين ولا الحاسدين. شفت تصريحات اشرف حكيمي بعد اعلان المغرب بطل كاس الامم الافريقيه؟ ما شفتهاش؟ طب تعال. اشرف حكيمي قال ان حتى لو الفوز بكاس الامم الافريقيه جه بالطريقه دي فاحنا راضيين وقابلين وموافقين، وقال كمان ان احنا كلنا سعداء للغايه، وانا كاشرف حكيمي استنيت كتير قوي ان انا اكسب كاس الامم الافريقيه. ده طبعا بعد ما كان رافض يحتفل بكاس الامم الافريقيه مع المغرب باي شكل من الاشكال، ولا نزل تويته ولا قال تصريح ولا قال اي حاجه من يوم ما خسروا النهائي كل اشتراك اخواننا الكرام في واشرف القناة، حكيمي ما وشكرا فتحش بقه في جزيلا الموضوع، لكم. وانا كاشرف حكيمي انبسطت. ويا ويلي 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 وعلى تبهديلة وناري ناري ناري يا صاحبي. وتشاوميني جاب العيد. خوتي تخيلوا صارت هكا مع بالعمري، صارت لنا هكا حاجة كيما هكا وبالعمري وجابوا له كادو سربيته. بالله عليكم نتوما شفتوا كاش واحد عند يجيبوا له كادو يجيبوا له هدية سربيته؟ ما فهمتش انا. كادو سربيته، كادو سربيته. انا جا شفت واحد يجيب لك كادو سربيته، نشوف بها كرعين، نشوف بها متصيطه، نشوف بها ما فهمت انا شنو نشوف بها. وقاعد يضحك هذا البارد القلب الحكيميه والفايزه على الفكرون. انت شو دخلك؟ انت عليك تضحك، عاك تبين في سنادرك على اكيد تضحك لي تفخ نيفك ينتفخ. احشم تضحك على صاحبك. تاع بارد القلب حكيمي. حاوزوه قلعوا له كما قلعتو سيباري دير جاطور. انا نخمم غير كيفاش كون داروها بالعمري ولا بالسبعيني في هذه اللقطه. هي خطا بها فورماطي تشاوميني جبت العيد صاحبي دوني قصد على بالي، ما درتهاش بالعاني يا واحد السالوطريه. بيقول لك بعد ما جابوا لاشرف حكيمي فوطه هديه في البودكاست اللي كان بيجمعه مع مبابي وتشاوميني، سالوه عن التتويج بكاس افريقيا، قال لهم مش مهم الطريقه، ناخده زي ما ناخده، حتى لو كان علينا الفوز بهذه الطريقه سنفوز ونحن سعداء جدا بهذه اللحظه، انا كنت انتظرها منذ وقت طويل جدا. ان تشاوميني ومبابي قعدوا يضحكوا اصلا على قصه الفوطه دي، وتشاوميني قال لك ان الامر ده ضحكنا كتير قوي. اما مبابي قال لك لو كنت هختار منتخب امثله غير منتخب فرنسا كنت اكيد هختار الكاميرون، لان نشات نفس النشاه بتاعتهم. سارسل ايثان اللي هو اخو الصغير لتمثيل الجزائر ان الفتره الاخيره بقيت اقرب لعائلتي الجزائريه، ان انا بطمح لزياره الجزائر في وقت قريب. غير انه لما اتكلم عن بطل طفولته قال لك زين الدين زيدان، مع الوقت بقى رونالدو هو اسطورته المفضله، انه لاعب يفعل كل شيء. اما لما اتسال على ميسي قال لك انه غير طبيعي ابدا، انه يفعل كل شيء بشكل مثالي، هو مش زي نيمار لان الموضوع مختلف تماما. وتعالى احكي لكم حكايه. فمره كنا في التدريبات وانا ونيمار سددنا 10 تسديدات، كل واحد فينا سجل 6 أو 7 اهداف منهم. دخل ميسي لوحده شاط 9، ال9 تسديدات دي اهداف، كل هدف فيهم كان بنفس الطريقه وفي نفس المكان اللي راحت في الشبكه. عايز اقول لك كمان ان مبابي النهارده اصلا ترند من الصبح بسبب لقطتين، لقطته مع البيت بتاعته، اللقطه الثانيه اثناء نزوله في مباراه فرنسا الوديه الاخيره في اخر 10 دقائق، اللقطه اللي طلب فيها من ريان شرقي يجيب له شرط الكابتنه من كانتي. بعض بيقول لك عشان كانتي غلبان فبيستقوا عليه، والبعض الاخر بيقول لك ما لو حد تاني كان زمان الدنيا اتقلبت. فايه رايك برضه في اللقطه دي؟ وهل مبابي كان معاها اخر 10 دقائق بس ياخد الشاره من كانتي ولا ايه الكلام؟ في تحفيله جديده على المغرب، تحفيله جديده حرفيا، برنامج موجود فيه اشرف حكيمي ومبابي وتشاوميني موجودين وبيجيبوا هدايا لبعض. فتخيل تشاوميني يجيب هديه ايه؟ يجيب هديه ايه لاشرف حكيمي؟ يجيب له منشفه، المنشفه اللي انتوا سرقتوها من كل حراس المرمى اللي كانوا بيلعبوا امام المغرب، المنشفه الترند اللي كان موجود، ترند حقير حرفيا، كان حاجه عيب قوي قوي قوي. والغريب ان كانوا بيسرقوا المناشف، عارف ليه؟
علشان خاطر كان بيبقى فيه مطر، فحراس المرمى بيحتاجوا المنشفة عشان كل شوية يعني ينشف ايديه علشان اي تصديات، اي انفرادات، اي تسديدة، اي كرة عالية يطلع يمسكها، فكانوا بيسرقوا المناشف فبقى ترند. ففكرة انك تحاول تغير في الحقائق، لو غيرت في الحقيقة ليا، لو اتهمت المصري واتهمت الجزائري واتهمت الغيره ان هو بيعمل كده علشان بيكرهك، هتلاقي العالم كله عارف الحقيقة. فالموضوع مش كره، انت اللي تاريخك اصبح كله بقى مضحك. كيليان مبابي واشرف حكيمي فاتوا في الحصه ولا البرنامج اللي يديرها اوريان تشواميني. اسم البرنامج تاع تشواميني سموه دبري. كيليان مبابي في هذا البرنامج خرج بزاف لي ديكلاراسيون اغلبها على الجيري. رشيد البرنامج كاميروني بوزا كيسيون كيليان مبابي، قال لك كون ما لعبش لفرنسا شكون غيتخير الكاميرون ولا الجيري. مبابي قال لك كي كنت صغير كنت نبغي لا فامي وقريب لا فامي تاع بويا يعني تاع الكاميرون اكثر من الجيري، باسكو في الصغر جامي رحت لالجيري مالغري كنت باغي نروح لها في الصغر. لهم كاين بزاف ناس يظنوا ولا يقولوا بلي كيليان مبابي ما يهتمش للجزائر. لهم نو كونتيرير، قال لهم باسكو انا ما كنتش نروح لالجيري في الصغر عكس الكاميرون، صدير طفولتي كانت في الكاميرون عليه كنتش قريب لالجيري. لهم مي كي كبرت وبديت نعرف وزرت لالجيري راني قريب لا فامي تاعي في الجيري اكثر من الكاميرون. قال له بالنسبه للسؤال تاعك اللي بوزيته لي الاول اسكو نلعب لالجيري ولا الكاميرون، قال لهم نلعب للكاميرون وخلي خويا يلعب لالجيري. مبابي بروحنا ما نسحقوك زعما عندنا امين قويري زعما خي منك زعما لا بغيت او ما تحشيليش، لا هذا خلي عندك لا باطا تعقل كوبي خصنا الاوريجينال صاحبي، لا ما تجيش انت صايبد من ديه لعبه كاميرون. ضحكوا برك خوتي اذا برز ولعب بيان ماذا بينا يجي، بصح اذا ما لعب بيان زعما غير خير كاميرون. ايماجيني معاك كي كان هذا الثلاثي مبابي نيمار وليو ميسي في باري، لو كيليان مبابي تقنيا ميسي خي منا كاع في باري، كي انا كي نيمار كي كل شيء، وحتى مقارنه تقنيا بنيمار هو خي من نيمار باضعاف. بروبليم كو هنا عجبني قاعد يهضر بلي بروف، قال لهم ميسي يدير كل شيء. كيليان مبابي قال لهم خطره كنا في لي زونترينمون انا ونيمار كنا نترينو على ليتي، قال لهم كي بدينا في كاع ليكيب كنت انا ونيمار في الصداره، قال لهم كي لحق ليونيل ميسي لونترينمون تقسمنا ل10 مجموعات يعني مجموعه مجموعه مجموعه، قال لهم في ذاك لونترينمون نيمار ماركا 6 بيت انا ماركيت 7 بيت، قال لهم ميسي ماركا 9 بيت، والبروبليم وين لي 9 بيت اللي ماركاهم ميسي كاع كيف كيف. انا شنو ندير نحط لابار نقعد نضربها لك على لاغول 9 تسديدات 9 اهداف، ندير لي 9 تير 9 بيت ديريكت، لي تير تاع لي بيت اللي ماركيتهم لك لو ميم كيف كيف. وكي قالوا له على خير فرنسا قال لهم باسكو انا فرنسي وزدت في فرنسا وتعلمت الثقافه الفرنسيه، ستادير ماغري لي زوريجين تاعي من الجيري والكاميرون مي غادي نكون فرنسي. ستادير كيليان مبابي راه يقول باللي ولد ولا نشا على الثقافه الفرنسيه، امبوسيبل يروح لبلاد واحده اخرى ما يعرفش عليها بزاف صوالح. اسابوز بالنسبه لكيليان مبابي هو ميليو تيران، قال لهم بلا غارديان تقدر تربح، بلا افونسون تقدر تربح، بلا ديفونسير تقدر تربح، قال لهم مي بلا ميليو تيران امبوسيبل تربح. لكن كيليان مبابي قصده الميليو تيران من ناحيه التوازن، يعطي توازن كبير للفريق، يعني كي ما يكونش كاين ميليو تيران الفريق ما غاديش يتوازن، وكي ما يتوازنش الفريق راح تخسر. اسهل بوست ليه هو ديفونسير ماشي اريير يعني اكسيال. ترحم الوالي تاعي صلوا على النبي. سلام الاخوان كيف مشوا كانوا ضموا التصريحات. لأن الإخوان الكرام كما شفتوا هادو التصريحات ديال واحد العدد ديال المؤثرين حول اللقاء اللي دار ما بين أشرف حكيمي كيليان مبابي تشواميني. تشواميني هدا واحد الفوطة لأشرف حكيمي فحال بغى يذكروا بداك الروينة اللي وقعت في كأس أفريقيا وبداك الفوطة اللي كان باغي يدي أشرف حكيمي، وفحال كيقولوا هكا صاحب الفوطة بلا ما تبقى تصدعنا. وهو فعليا هاد المسألة منطقية، أنا ما كنفهمش علاش ديك الفوطة خدت هاد الهالة الإعلامية وهاد الصداع كامل، ومازال ما فهمتش علاش المغاربة مازالين كيخافوا من السحر، رغم أن الله تعالى كيقول المسلمين إنما هو كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. احنا مازال مخلوعين من السحر، فكل التوفيق لأشرف حكيمي، وكل ان شاء الله يا ربي ناخذوا هذيك الكاس وناخذوا حتى الفوطه ما كاينش مشكل. حنا دابا عفوا الفوطه حنا خديناها وان شاء الله مازال ناخذوا حتى هذيك الكاس. ما تنساوش اخواني الكرام دونوا واحد اللايك وتشتركوا في القناه، والسلام عليكم.